وبعدين الواحد مش عارف ينام يا الله. وبعدين بعدين ما كنت وياه ولا قرقعت راسي. اخلص بدك تخلص تطلع هيك ولا بدكم الدنيا رمضان بدنا ننام. بدكم روحوا من هون ولا والله كثير هيك كثير هيك. لا اله الا الله. بعدين ما حيكروت جننونا وقلعطونا. مش عارف الواحد ينام حتى برمضان. لا حول الله يا الله. خلود ولا خلود. أعزائي المشاهدين يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تراثيات نابلسيات. ما يكون قرقدوني الأولاد وجننوني وقلعطوني ومش عارف أنا، لكن فرصة أدردش معكم ونحكي عن مكان قديم جدا بنابلس. احنا المكان اللي قاعدين فيه هذا عمره تقريبا أكثر من 100 سنة، وهذا البيت اللي قاعدين فيه احنا، وهي البرندة اللي بيقولوا لها برندة بالوقت الحالي اللي قاعدين فيها كانت مقرنا المتصرفية التركية لشاكر فضله. كان هون شاكر فضله، وكان بالزمانات بمعمل القوقة تاع الملبس والراحل بالوقت الحالي كان سجن للمتصرفية التركية. ما قلنا بالطويلة، شو قلنا بالطويلة احنا؟ بدي احكي لكم البرندة اللي احنا قاعدين فيها هلا بالوقت الحالي واللي طليت من الشبابيك تاعتها بالزمانات اهل نابلس واهل الشام واهل تركيا شو كانوا يسموها. والله يمسيكم بالخير ويسعد مساكم. انا من شويه هيدا الصوت اكسب لي نوم شويه. يا الله